كأن حد بيلعب بجهاز تحكم في الكوكب في الكواليس. في سلسلة من 6 حلقات هنعرف مين بيحرك العالم من ورا الستار، وسلاح ايه اللي بيخوف العلماء قبل البشر. تابعنا وهتفهم اللي محدش بيقوله. حضر فنجان القهوة الجميل ويلا بينا نبدأ. الحلقة 6: هارب بيعمل ايه في القطب الشمالي والقطب الجنوبي. دلوقتي دخلنا على آخر محطة في السلسلة النارية بتاعتنا، ودي محطة من نوع خاص. احنا داخلين على تلج، صقيع، دب قطبي، وبطاريق لابسة اسكارف. أهلا بيك في القطب الشمالي والجنوبي، بس ركز معايا لأن فيه مفاجآت جامدة جدا. أولا، القطب الشمالي، هارب له شغل كتير هناك، وخاصة من خلال قاعدة ألاسكا اللي قلنا عليها قبل كده. لكن فيه نظريات بتقول إنهم بيجربوا إرسال موجات على المناطق المغطاة بالثلوج عشان يشوفوا تأثيرها على حركة الجليد، الطقس، وممكن كمان الزلازل تحت الجليد. يعني مش سايبين حتى التلج في حاله. وفي كمان ناس بتقول إنهم بيستخدموا القطب الشمالي كغرفة عمليات طبيعية، لأن الجليد بيعكس الموجات بشكل مختلف، فبيجربوا عليه حاجات ممكن ما تشتغلش في الصحراء. إنما القنبلة بقى القطب الجنوبي، أو كما نقولها بالإنجليزي أنتاركتيكا. في هناك قاعدة اسمها أموندسن سكوت ساوث بول ستيشن، بيقولوا إن فيها شغل هارب من نوع خاص جدا. ورغم إنها قاعدة أبحاث رسمية، ناس كتير بتؤمن إن وراها أسرار وملفات مغلقة زي فيلم إكس فايلز. الناس اللي بتؤمن بنظرية المؤامرة بيقولوا هارب بيجربوا هناك لأن مفيش سكان، محدش هيزعق، محدش هيقولك أنت بتعمل إيه. وفيه كمان نظرية بتقول إن هارب بيشتغل مع أنظمة تانية في القطب الجنوبي عشان يخلقوا حاجات زي بوابات أو مناطق طاقة غريبة. وده يرجعنا للأساطير القديمة اللي بتقول إن في حضارات كانت مستخبية تحت الجليد من آلاف السنين، واللي بيقولوا كمان إن في مدن تحت أنتاركتيكا بتستخدم الطاقة دي. إن فيه صور انتشرت من أقمار صناعية لموجات غريبة طالعة من مناطق نائية في القطب، ومع إن وكالة الفضاء بتقول إن ده تداخل إشارات أو ظاهرة عادية، الناس ما صدقتش. وفي النهاية القطبين بقوا معمل تجارب مفتوح، بس مقفول علينا إحنا. ودي كانت الحلقة 6 والأخيرة من سلسلة سلاح هارب. ما تنساش بقى يا نجم النجوم تعمل السبسكرايب وتعمل التعليق وتعمل اللايك الجميل. وانت يا نجمة نجوم الكوكب ما تنسانيش برضو عشان الحلقة الجاية ان شاء الله توصلكم بسرعة وهتبقى ضرب نار ان شاء الله. انتظرونا في الحلقات القادمة. سلام.
نود أن نذكركم بأن كافة الحكايات والمواضيع التي تستمعون إليها مبنية على مصادر موثوقة وبحث وتحقيق دقيق. نحن نقدم المعلومة بحياد ونترك لكم الحكم والتفسير. القناة غير مسؤولة عن أي خطأ قد يقع بسبب سوء فهم أو تفسير غير صحيح للمعلومات. وللتأكد والتوسع ستجدون كافة المصادر المعتمدة تحت كل حلقة. مشاهدة ممتعة.